السلام عليكم. انا جاي النهارده اتكلم على ماتش مانشستر سيتي واشبيليا اللي هو كان السوبر الاوروبي. مانشستر سيتي كسبت. الف 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 مبروك. بس هنا تكمن فيها حاجات كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مانشستر سيتي مش جاهز. ده من وجهة نظري. مانشستر سيتي مش جاهز لبداية موسم بسم الله الرحمن الرحيم، يلا دوري تاني، يلا تشامبيونز ليج تاني، يلا حاجات كتير قوي تاني. فمانشستر سيتي مش جاهز. ده جه منين؟ هقول لك جه منين. جه من حاجتين. اول حاجة ابتدينا بيها بيع محرز وجندوجان. فهتقولي معقولة مانشستر سيتي يتأثر ببيع محرز او جندوجان؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان مانشستر سيتي ما عندوش دلوقتي الوينج اللي بيستلم من الفيرست تاتش، اللي بيكسر ويخش جوه ويا يشوط يا هيعرض تعريضه حلوه. دلوقتي الوحيد اللي بيعملها او الاتنين اللي بيعملوها فودن وجريليش. بس الفكره ان هو مش هيعرف يعمل كل ده في كل المراكز. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان هو دلوقتي بيلاعب مين مكان محرز؟ بيلاعب بالمر، وبالمر متالق الصراحه. يعني كون ان في مشكله هناك ده مش معناه ان بالمر وحش، لا، بالمر متالق واكسبكتنج جون في الكوميونتي شيلد، جون في ماتش امبارح اللي هو كان السوبر الاوروبي. فبالمر كويس واكسبكتنج، بس محتاج وقت. يعني هو انت مش هتنزله هيطلع قماش. هو كان بيلعبه السنين اللي فاتت 15 دقيقه مش عارف ايه، دلوقتي بيبتدي بيه كمان اساسي في ماتشات فاينل، فده حاجه كويسه جدا. بس هو مش محرز. هو مش محرز التقيل على الكوره اللي الدريبل عنده 5 ستار سكيل، اللي هو ممكن يودي يمين ويودي شمال ويرجع ياكله يمين تاني وهيرفع راسه هيعرض بقى اللي هو ايه، مين بقى اللي واقف هناك، سواء الايه الجيتا هالاند واقفه، سواء جريليش اللي مكمل، سواء الباك مكمل، وهكذا. فما بقاش في محرز. ده بالنسبه لتاثر مانشستر سيتي بغياب واحد زي محرز. بالنسبه لجندوجان، يعني جندوجان كتعريفه كلاعب، يعني الناس احتارت زي ما احتارت مثلا في لعيب زي مولر. بس جندوجان هو اللعيب اللي بيخلص ماتشات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مثلا حط جندوجان في فاينالات زي مثلا ما شفنا قدام مانشستر يونايتد قبل ما بعد ما السيزون خلص، في نهائي الاف اي كاب، نزل خلص جاب جون من الدقيقه الاولى، جون بكعبه. نزل في اخر عمل شغل حلو قوي في اخر 5 6 ماتشات في الدوري الانجليزي، هو اللي خلص الدوري. فانت مين عندك دلوقتي زي جندوجان؟ يعني انت دلوقتي لما بعت جندوجان بتعوض مكانه باتنين، بتعوض مكانه بفودن وبسيلفا. وسوء الحظ امبارح ان سيلفا كان عيان عنده ايه، عنده إلنس، يعني هي مش اصابه بس هو عيان، ممكن يكون عنده برد مش عارف ايه، ما لعبش يعني، ما كانش جاهز 100%. فانت دلوقتي بقى عندك فودن، يعني انت ايه اللي هو ايه، انا مش عايز الاقي كرسي انت مش قاعد عليه. تنتشر في المكان كله، مفيش كرسي لما تقعد عليه. ممكن يعني في ماتش الدوري لعبته شمال، امبارح لعبته سي اي ام، ممكن في الماتش الجاي تلاقيه بيلعبوا يمين مكان بالمر، عشان هو لحد دلوقتي ما بيديش بالمر في الدوري، بيديله بقى ال10 دقايق مثلا زي الماتش اللي فات خرج هالاند ونزل بالمر. ف ف فدلوقتي مثلا مين بيعوض مكان جندوجان غير فودن وسيلفا؟ ولما واحد منهم اهو تعب شويه شفنا عجز مانشستر سيتي في ان هي تخلق فرص. حتى الجون اللي جه كلاسيكي جدا لمانشستر سيتي، جريليش عرض عرضيه عدت من فوق دي بروينا، بالمر كان واقف، جون عاقل قوي قوي قوي، حطها بمنتهى العقل ولا بقوه، حطها بليسنج بدماغه وكل الناس بتتفرج عليها وهي بتقع في الزاويه الثانيه. حتى لو كانت عدت بالمر كان ووكر مكمل بيجري وراه وكان هيجيبها. بعد الماتش لما بالمر اتكلم واللعيبه كانت بتزقه جامد جدا عشان يحتفل بالدوري بالكاس ومش عارف ايه، كانوا عارفين قيمته وعارفين هو اللي تعادل لهم، وكانوا عارفين هو اللي خلص البطوله عشان هو اللي جاب التعادل. مانشستر سيتي فرصها كلها كانت عاديه جدا، تالق من ياسين بونو، ما حدش يقدر يقول اي حاجه. بس مانشستر يونايتد ما كانتش بتعمل خلق للفرص اللي هي معودانا عليها كتير جدا، غير نفس اللعبه اللي هي كرات عرضيه، سواء بقى اكي مكمل، سواء هتقع على راس حد هالاند، سواء هالاند برده بعيد الصراحه يعني جاب جونين في الافتتاحيه الدوري، بس برضه مش ده هالاند بتاع السيزون اللي فات. فانا من وجهه نظري ان مانشستر سيتي مش جاهزه. يعني نرجع للجزء الثاني من الماتش اللي هو اشبيليه لو كانت فرقه بتعرف تخلص بطولات، اشبيليه كانت خلصت الماتش ده 3، وما كانش هتخلصه 3-0 بس خلصته 3-1. بس اشبيليه انا من وجهه نظري فريق مش واخد اللي هو كل سنه هيبقى في فاينل بطوله اوروبيه، فهو ما عرفش يخلص الماتش. يعني هو الماتش خلص بحنكه مانشستر سيتي باسم مانشستر سيتي. اما الفكره ان اشبيليه لو كانت متمرسه نهائيات اوروبا وبتلعب في اوروبا ماتشات قويه على طول،
كانت ممكن تخلص الماتش ده بدري قوي من الشوط الثاني 2-0 وهم بقى حلني بالعجز بتاع التفكير بتاع مانشستر سيتي مع وجود اسماء كتير مش موجوده. كانت ممكن تخلص الماتش بدري قوي. دي بروين اتصاب خرج، هو بيب بقى خلاص يعني دي ما فيهاش بقى ايه الاعيب يعني وكده يعني. هم كشفوا وبيب طلع اتكلم قال لك الراجل مش هيلعب اول 3 4 5 ممكن توصل ل6 شهور. فانت دلوقتي عندك حتى الراس المدبر اللي هو اصلا ما كانش جاهز 100% بس انت كنت ممكن تعتمد عليه في شوط او حاجه او 45 دقيقه، ده بره اصلا. فانا شايف ان مانشستر سيتي هيواجه صعوبات جدا في السيزون ده خاصه مع عجز التفكير. مش التفكير موجود كده كده من بيب، بس الفكره ان اللعيبه الحلوه اللي هي بتطبق نظريات بيب سواء بقى في الايه مش في البساط على الارض، لا الباصه الحلوه اللي تودي اللعيب قدام الجون على راسه على رجله، ده ما بقاش موجود خاصه دي بروين بره. فانت عندك جريليش ماشي، فودن ماشي، بس مين تاني مين اللي بيعمل، مين اللي بيروح وبيجي يمين وشمال وكده. هو انت دلوقتي بقى عندك طرف واحد اللي بيعمل كده اللي هو جريليش. دلوقتي محرز ما بقاش موجود، فبالمر مش اللعيب اللي بيستلم ويقط ويقوم لا مش هو ده، بالمر لعيب بوكس بس. فده عجز كبير جدا بالنسبه لمانشستر سيتي. انا مش شايف ان مانشستر سيتي جاهزه الصراحه للسيزون لحد دلوقتي. عندهم اصابتين، واحده سهله قوي اللي هي بتاعت سيلفا ده يعني ممكن ما يلحقش الماتش الجاي بس يلحق الماتش اللي بعده بكتير قوي. ودي بروين سوء حظ الصراحه رهيب جدا، وللاسف هم ما كفروش. حتى كوفازيتش برده لسه ما دخلش يعني في التشكيله قوي بقى. هو لسه كوفازيتش الطبيعي بتاع تشيلسي اللي هو بيباصي وبيروح وبيجي. كوفازيتش لعيب كويس جدا ولسه بس محتاج وقت. بس كده ده كان كل حاجه ليها علاقه بالماتش. مبروك الفاينل. بس صراحه مانشستر سيتي لسه بعيده شويه عن اجواء ان هي تكون مانشستر سيتي الفريق اللي بيخوف. مانشستر سيتي فريق عادي خالص دلوقتي الصراحه. ده بالنسبه لمانشستر سيتي وماتش امبارح. والاصابات فين؟ في اصابات تانية بقى ضربت الدوري الانجليزي كله يعني لعيبه جديده ولاعيبه قديمه. في مثلا فرقه زي ارسنال عندك مثلا النني مصاب اصلا من اخر السيزون اللي فات يعني والنادي كان جدع جدا ومدله سنه، قال لك لا مش عقده يخلص وهو متصاب، خليه ايه نمدد له سنه ونشوف. فالصراحه حركه حلوه جدا تحترم من ارسنال. في عندك خيسوس للاسف اللي هو انا اتكلمت برضو قلت الموضوع ابتدى يتبوخ ان انت كل ما تحتاج خيسوس تلاقيه مصاب. بس يعني خيسوس اكسبكتنج واحنا كلنا عارفين خيسوس مش لسه بنتعرف عليه، فعادي ليه كريدت اللي هو ايه لا استنى عليه برضو تاني ما تحكمش عليه. في برضو للاسف تمبر هيبقى بره تشكيله ارسنال اول نص الدوري كله، يعني هو لا يلحق دوري ولا المجموعات من الشامبيونز ليج. فللاسف دي خساره. لعيب انت لسه جايبه، لعيب اول ماتشين عملهم العالم كله كان بيقول لك يا بخت ارسنال بتمبر. فللاسف العين وحشه. فتمبر بره ارسنال ايه 4 5 6 شهور. فانني وخيسوس وتمبر ده بالنسبه لارسنال. بالنسبه مثلا لفرقه زي مانشستر يونايتد هولاند اللي هم لسه شاريينه عنده اصابه في ظهره برضو لسه مش عارفين هو جاهز ولا لا. في اصابات تانية. في تشيلسي عندها نكونكو، في كيلفرت لوين مصاب، ديلي الي مصاب. كل اللعيبه دي عندها مشاكل في ركبتها مش عارف ايه في ركب الدوري الانجليزي حقيقي. فدي كميه اصابات صراحه عجزت فرق كتير جدا. يعني فرقه زي تشيلسي مثلا اضطرت ان هي تلعب بنيكولاس جاكسون مهاجم صريح وهو بيلعب مهاجم متطرف عشان نكونكو مش موجود. فالصراحه يعني ايه خلينا نشوف الفرقه دي هتتعامل مع الاصابات دي ازاي. وبس كده اشوفكم على خير وبسطت معاكم جدا.